بمدرسة الراشد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله
والله يرزق من يشاء بغير حساب. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. حقا إنه لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغضب وإنه يعلو ولا يعلى عليه. كلام شهد له الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. إن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. هنيئا لطلاب العلم وهنيئا للعلماء بمنزلة عظيمة بينها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فهو الصراط المنير. فلما قال عن العالم وفضله تفضيلا فقال إن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. فسيدنا محمد صراط منير، وإن شبهها كان التشبيه يليق بهذا المقام. فإن سألت عن رائحة رسول الله فسل العطر وشذاه، وإن سألت عن بهي طلعته فسل الصبح وضحاه، وإن سألت عن تمثله وسكينته فسل الليل ودجاه، ولو سألت عن عنايته ورعايته فسل زراع الشاه، ولو سألت عنه الأرض قال ما وطأني قدم مثلما وطأتني قدمان، ولو سألت عن سيدنا محمد السماء لقال ما استمع إلى ندائي أحد مثلما استمع إلى ندائي أذنان، ولو سألت عنه الله سألنا الله عن مين؟ عن سيدنا محمد، ولو سألت عنه الله لخاطبك بلسان أحدية ممزوجا بالحقيقة المحمدية. كفاه وكفاه وكفاه أن من صلى عليه صلى عليه الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بين لنا قيمة العلماء فقال العلماء ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا بل ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ابنتي وكريمتي وتلميذتي الدكتورة نداء علي تتلمذت على يدي في مدرسة الراشد في المرحلة الابتدائية وفي المرحلة الإعدادية، فكانت متفوقة لا أقول علميا فحسب، ولكن كانت مثالا للطالبة المتفوقة علما وخلقا. وأشهد بذلك لجميع زميلاتها ولجميع زملائها، فمنهم من تخرج وحصل على بكالوريوس طب أسنان، ومنهم من تخرج من بكالوريوس هندسة، ومنهم من تخرج في هذه الأيام